جميله جدا. الجو ده مش عايز غير الوصفه دي، وهي سندوتشات ميني ايس كريم جميله جدا، كذا نكهه بالمانجا وبالشوكولاته وبالفانيليا، كلها مكونات سهله واقتصاديه في متناول ايدينا. والاحلى من ده كله هتعجب ولادكم جدا، سهله واقتصاديه وجميله جدا، احلى من بره. يلا بينا نشوف الطريقه، بس اول مره تشوفوني انا اسمي نانا عادل، ويلا بينا. اول حاجه هنجيب 350 جرام من البسكويت او 400 جرام، وده على حسب طبعا مقاس الصينيه، اي نوع بسكوت انتوا بتفضلوه. تعالوا نحضر بقى الايس كريم، هو كوبايه من الكريم شانتيه يعني 125 جرام، وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من السكر البودر ومعلقه كبيره من اللبن البودر، عشان خاطر انا هنزل بميه مثلجه، ولكن تقدروا تستبدلوا الميه بلبن مثلج وتستغنوا عن اللبن البودر. انا حطيت نص كوبايه من الميه وضربتهم. هاجي هنا بقى علشان قوام الكريم شانتيه وفي نفس الوقت بيضاعف الكميه، حطيت كوبايتين من اللبن وعليهم 4 معالق من النشا، هندوبهم مع بعضيهم. واللبن هنا برضو كانوا كوبايتين ميه وضفت عليهم يعني لبن بودر، فعلى حسب المتوفر اعملوه. طبعا هنحط السكر حسب الرغبه، ولكن حطيت معلقتين كبار وكان سكره مظبوط جدا. هرفعه على النار لغايه لما ياخد القوام ده كده بالظبط. هنزل على الكريمه بتاعتي، ويفضل تسيبوها شويه تهدى وبعد كده نحطها الكريمه وهنسيبها على جنب. وهعمل برضو مادة التماسك التانية، وهي معلقتين صغيرين من الجيلاتين، وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من المية الدافية او السخنة جدا، وادوبهم وانزل عليهم بالايس كريم علشان ده بيدي تماسك اكتر بالذات في الحر. انا قسمت الكريمة لثلاث اجزاء عشان هعمل نكهات. اول حاجة بالفانيليا، حطيت فانيليا سايلة او بودر. تاني حاجة اعملها بالشوكولاتة، حطيت معلقة من الكاكاو الخام الاسباني. وتالت حاجة بالمانجا، حطيت فنجان من المانجا البيور. وبس كده، ودي الثلاث اطعمه احنا بنحبها، وتقدروا تعملوا نكهه واحده في الكميه كلها. البسكوت هنا بيبقى فيه رسمه، فخلوا شكل الرسمه يبقى من تحت علشان خاطر لما تمسكوا البسكوته كده يبقى شكلها لطيف. هنرص كده، واهم حاجه تحفظوا النظام بتاع الرصه، عشان نفس الرصه دي هنعملها طبقه تانية. هنقسم هنا بقى، هحط الكريمه اللي هي الايس كريم بالفانيليا الاول، اهم حاجه ما توزعوش قوي عشان يبقى يدي طبقه سميكه. وهحط برضو الايس كريم بالشوكولاته بتاعي. وطبعا النكهات او الاطعمه دي على حسب ذوقكم، اي نوع انتوا حابينه اعملوه. حطيت المانجا وكان فايض بقى هنا مانجا، فحطيت برضو عشان يعني خليتها زي فانيليا ومانجا وشوكولاته ومانجا، عشان المانجا دي اكتر حاجه بنحبها. وهرص على نفس الرصه اللي انا عملتها، بس الرسمه هخليها من فوق عشان يكون برضو شكله لطيف. وهسيبه في الفريزر مده 3 4 ساعات، بس انا سبتها الصراحه من بالليل عشان كنت عاملاها بالليل. اول ما تطلع سواها تهدى شويه خالص، يعني شويه كده بس تبتدي تفك. وبعد كده بنبتدي ان احنا نقطع البسكوت، بنمشي على الخطوط الفواصل ديت وبنطلع بسكوته بسكوته، وزي ما انتم شايفين وهوريها لكم دلوقتي. بجد تحفه جدا، احلى من بره بكتير.